ايه السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه، قال انا جعان قوي قوي. طبعا زمانك بتسال نفس السؤال اللي انا نفسي بساله لنفسي، اللي هو انت ايه اللي مطلعك النهارده؟ اقول لك والله ما انا عارف، بس خليني اقول لك ان خميس وجمعه في ماتشين الدبل هيتلعبوا، فالجوله هتبدا سبت، فعايزني امتى انزل لك الحلقه تلحق انت تبص عليها وتعمل في تشكيلتك، زائد ان انا متاكد ان ماتشين يوم الخميس والجمعه دول يعني عندي احساس كده ان هي الجوله طالما بدات نحس هتكمل نحس، اللي كملت معاها عسل وبدات عسل تكمل عليه عسل. بالنسبه لي انا حسبتها حسبة انتهت. فيلا بقى سريعا كده خلينا بقى نبدا الجزء الاول من تحضيرات الاسبوع ال21. هنتكلم فيه بقى عن الاحصائيات زي ما احنا متعودين مع بعض. بما ان وصلك الفيديو انزل بعد اذنك بقى دلوقتي على طول حط اللايك، ما تتاخرش، حط اللايك دلوقتي عشان ما تنساش، وشير الحلقه لو عجبتك، واعمل لنا سبسكرايب لاول مره تتفرج علينا. ويلا بينا بقى سريعا ندخل في احصائيات. نبدا اول حاجه بالمسابقه اللي ما بيننا وما بين بعض في توقعات احسن حارس واحسن مدافع واحسن خط وسط واحسن مهاجم. طبعا الجوله لسه ما خلصتش فما نقدرش نحسم دلوقتي ونقول مين الكسبان، بس حتى وقتنا الحالي احسن حارس مرمى هو رامسدال، محدش متوقعه. احسن مدافع في عندك تريبير وبيرن وكيلمان، الثلاثه جايبين 9 نقط. طبعا تريبير كل الناس تقريبا مختاراه، في 10 اشخاص هظهر لك دلوقتي الكومنتات بتاعتهم دول مختارين تريبير. نص الملعب سولي مارش، وفي الهجوم جونسون بتاع نوتنجهام فورست. طبعا ده حتى وقتنا الحالي، هنستنى ماتشين الدبل وبعدين نرجع تاني للكومنتات ونشوف مين اللي توقع النتيجه الصح للاسبوع ال20. تعالى بقى انت سريعا قبل ما تنسى انزل دلوقتي حالا توقع معايا الاسبوع ال21، تتوقع مين اكتر حارس هيجيب نقط، واكتر مدافع هيجيب نقط، واكتر خط وسط، واكتر مهاجم هيجيبوا نقط. تعالوا بقى نبص على الدوري بتاع وانتو فانتزي بتاعنا سريعا. لسه في الصداره احمد مش متصدر بفرق 24 نقطه عن حمزه جمال اللي في المركز الثاني. ده بالنسبه للاوفر اول. لما نيجي نبص بقى ندخل على يناير، بطل دوري يناير انتوا عارفين ان في جايزه لكل بطل شهر، وبيجي في الصداره بقى محمود ناصر بفرقته كله في الفساساكونيا، وبيجي بقى وراه في المركز الثاني احمد عبد الهادي الفرق بس 3 نقط بفرقه انا بغرق. اما انت بتغرق وجايب 154 في نقطه في اسبوع، امال اللي ما بيغرقوش عاملين ايه؟ عامه شدوا حيلكم عشان واضح جدا ملاحظ شهر يناير المنافسه فيه جامده جدا، لان كل اسبوع بالاسماء بتختلف عن الاسبوع اللي قبله، فهنستنى بقى لاخر يناير ونشوف مين البطل بتاع الشهر. حتى وقتنا الحالي تعالوا كده نبص على اكتر اللعيبه اللي اتعمل لها ترانسفير ان. اكتر اللعيبه اتعمل لها ترانسفير ان كلها منطقيه جدا. انت تتكلم بقى في توني، تتكلم في اوديجارد، تتكلم في راشفورد، تتكلم في سولي مارش، كلها اسماء. بتتكلم في لوك شو، كلها اسماء لازم تكون معاك فعلا دلوقتي في الفرقه بتاعتك. اما تيجي بقى تروح الناحيه الثانيه على الترانسفير اوت، عندك بقى بتتكلم في تروسارد المستبعد ومش موجود، عندك صلاح، عندك داروين نونيز خلاص، عندك بقى متروفيتش، برضو موضوع متروفيتش مشي والناس جابت مكانه توني، برضو هنتكلم في الموضوع ده الحلقه اللي جايه في المقارنات ما بين الاثنين ومين احسن من مين دلوقتي في الوقت ده. نفس الكلام ده برضو هنتكلم فيه الحلقه اللي جايه على موضوع مارتينيلي، ان هو اكتر لعيب بيتحط في الترانسفير اوت. ايه يا جدعان احنا بنغدر بسرعه كده ليه؟ طبعا واضح جدا اللي مشى مارتينيلي طبعا راح جاب اوديجارد، هي خلاص ما لهاش حسبه ثانيه. ونبدا بقى مع احصائيه اكتر اللعيبه اللي جابت بوينتس، يعني اللي جابوا نقط في اخر 4 جولات 17 و18 و19 و20 حتى الان، لان الجوله لسه ما خلصتش. طبعا في الصداره بلا جدال سولي مارش من برايتون 44 نقطه، بيجي بقى بعديه مركز ثاني وثالث تريبير وراشفورد 37 نقطه، وطبعا اوديجارد 35 نقطه ولوك شو 34. من الاخر اكتر اللعيبه اللي جابت بوينتس هم نفسهم اكتر اللعيبه اللي اتعمل لهم ترانسفير ان. ندخل بقى على اكتر اللعيبه اللي جابت اجوان وبيتصدرها وبجداره باربع اهداف 3 لعيبه. بنتكلم في سولي مارش، بنتكلم في وورد براوس، شايفين الاسماء يا جدعان، وبنتكلم في راشفورد. مين راشفورد ده جنب وورد براوس وسولي مارش؟ يجي بعديهم بقى على طول ب3 اجوان، بيجي بعديهم هالاند وكين الاثنين في المركز الثاني ب3 اجوان، وبعدين بقى بيجي بودنس وتوني بجونين لكل واحد فيهم. اكتر اللعيبه بقى اللي جابت اسيستات هم 4 لعيبه. بنتكلم في نورجراد بتاع برينفورد، وبنتكلم في شي ادمز بتاع ساوثهامبتون. يا جدعان مين الناس دي؟ وبيجي بقى معانا 2 كده غريبين مش عارف هم ازاي جم بقوا معانا في الليسته دي. بنتكلم في جريليتش بقى، وبنتكلم في اوديجارد سيتي وارسنال مثلا. نيجي بقى مع اكتر اللعيبه اللي شاطت اخر 4 جولات، هتبص في الليسته هتلاقيهم كلهم مهاجمين. بتتكلم بقى في متروفيتش، وبتتكلم في نيكيتيا وهالاند وكين، وبتتكلم كمان في هافرز، كلهم هتلاقيهم مهاجمين. الملاحظ بقى ان كلهم بيشلتوا باستثناء وعلى مضض، يعني تقدر تقول على استحياء، كين ونيكيتيا الاثنين تقريبا خلينا نقول ان هم بنسبه 50% الشوط بتاعهم بيروح على الجول، الباقيين لا اقل من 50%. نيجي بقى على اكتر اللعيبه اللي جات لها فرص خطره. في الصداره طبعا بيجي معانا هالاند ومعاه داروين اللي هو دايما متصدر في الفرص لان هو دايما بيضيع، فما علينا. الاثنين جالهم 7 فرص خطره في 4 ماتشات. في المركز الثاني بقى معانا ميتوما ومعانا راشفورد ومعانا هافرز ب5 فرص خطره. وخلي بالك من اسم هافرز بادئ يظهر معانا كتير في احصائيات الاسبوع ده. وعندنا بقى بقيه اللعيبه زي ما انت شايف كده في القائمه. نيجي بقى مع اكتر اللعيبه اللي صنعت فرص خطره. اكتر اللعيبه اللي صنعت فرص خطره تريبير في الصداره ب7. عالمي تريبير ده، اخويا تريبير ده
المركز الثاني دي بروين ب5. في المركز الثالث بقى عندنا يمكن 3 لعيبه ب4، عندنا اوديجارد، عندنا ارنولد من ليفربول. مش عارف هو بيعمل ايه، تقريبا الكوره اللي بيصنعها ارنولد هي دي اللي بتتحسب تضييع لداروين، يعني هي ملهاش حسبه ثانيه غير كده. لما نيجي نروح بقى على اكس جي والاكس اي او الاسيستات المتوقعه والاهداف المتوقعه، هنبدا بالاكس جي. هتلاقي في الصداره بيجي داروين، بعديه بقى بيجي هالاند، وبعديه بيجي راشفورد. على الناحيه الثانيه بقى في الاكسبكتد اسيست هنلاقي بقى تريبيير، بيجي بعديه دي بروين، وبيجي بعديه برونو فرنانديز. ونيجي بقى مع احصائيه السيفز بتاعت حراس المرمى، واكتر الحراس اللي عملوا سيفز بيجي في الصداره لينو ب 21 سيف. الكلام اللي انا بقوله لك ده هيرفلكت على طول لما ادخل لك على احصائيه الانديه، هتلاقي اسم فولهام ظاهر معانا جدا. في المركز الثاني بقى بيجي رايا من برينفورد ب 17 سيف، وفي المركز الثالث بقى بيجي عندنا اليسون وبيجي كيبا ب 16 سيف. نبدا بقى احصائيات الفرق بالاحصائيات الحلوه اللي تفتح النفس، وهي احصائيات الكلين شيت، يعني بمعنى صح الدفاعات القويه. بيجي في الصداره عندنا، ومين هيجي احسن من تريبير وفرقه تريبير؟ نيوكاسل ب4 كلين شيت في 4 ماتشات، العلامه الكامله بالنسبه لنيوكاسل. بيجي بقى معانا في المركز الثاني يونايتد ب3 كلين شيت، طبعا لان ماتش منهم كان قدام السيتي فراح الكلين شيت منهم. وبيجي بقى في المركز الثاني بيجي معانا فولهام وبرينفورد. انت شايف الاسماء فولهام وبرينفورد، عشان كده لما قلنا بين مي ما كانش من فراغ، وكمان معاهم تشيلسي ومعاهم ارسنال. على الناحيه الثانيه بقى لما نيجي نبص على اقل الفرق اللي عملت كلين شيت، هم مش اقل، هم صفار، ما عملوش اي كلين شيت. طبعا ابرز اسم في الليسته زي ما انت تبقى شايف كده ليفربول، ليستر، ويست هام، ساوثهامبتون، ايفرتون. خلاص الباقي فرق كتير جدا طالعين بصفر كلين شيت. نرجع تاني للدفاعات الكويسه ونشوف اقل الفرق استقبالا للاهداف في ال4 ماتشات. بما اننا قلنا نيوكاسل طلع ب4 كلين شيت، يبقى اكيد نيوكاسل في الصداره بصفر جوان دخلت فيه. وبعديه برده اليونايتد نفس الشيء، هو جون واحد حزين دخل فيهم من السيتي في ال4 ماتشات. وبعدين برده بيجي معانا نفس رصه الفرق، فولهام، ارسنال، برينفورد، وبيدخل بقى معاهم بدل تشيلسي بيدخل وولفز ب3 تجوان في ال4 جولات. وعلى الناحيه الثانيه بقى اكتر الفرق استقبالا للاهداف بيجي في الصداره ايفرتون وبورنموث 9 تجوان، هم بقى في صداره الاهداف المستقبله وشكلهم في نهايه وتزايل الترتيب الدوري وللهبوط. بيجي بقى في المركز الثاني مين يا باشا؟ ليفربول 8 تجوان في 4 ماتشات، يعني بيستقبلوا كل ماتش جونين. أسوأ من كده انا ما شفتش لليفربول في اخر تقريبا نقدر نقول في اخر 5-6 سنين. نيجي بقى تاني مع الدفاعات القويه واقل الفرق استقبالا للفرص الخطره، برضه بيجي في الصداره نيوكاسل فرصه خطر واحده في 4 ماتشات، بيجي بعديهم اليونايتد بفرصتين، بيجي بعديهم برينفورد ب3، بيجي بعديهم السيتي ب4، ووراهم تشيلسي ب5. على الناحيه الثانيه بقى الدفاعات السيئه جدا، بيجي في الصداره بتاعتهم ليدز 18 فرصه خطره، وبيجي وراهم بقى مين؟ استون فيلا وليفربول ب14 فرصه خطره. نيجي بقى مع اقل الفرق استقبالا للشوط، بيجي في الصداره السيتي، بعديهم بيجي يونايتد، بعديها بيجي نوتنجهام فورست. على الناحيه الثانيه بقى اكتر الدفاعات اللي استقبالا للشوط بقى بنتكلم ان ليدز في الصداره هو والفولهام ب 68 كوره اتشاطوا عليهم. هتقول لي 68 كوره واسماء لين وفولا، اقول لك ما 68 كوره اتشاطوا عليه عشان كده طلع ب 21 سيف، ولا هيجيب السيفز دي منين لو ما فيش حاجه اتشاطت عليه؟ بس يا صديقي عشان ما ابقاش طولت عليك، ده الجزء الاول من تحضيرات الاسبوع ال21. اتمنى ان احنا نكون اتوفقنا نجيب لك ملخص كده شافي وافي اتفرج عليه. عندك اي استفسار، عندك اي حاجه، انزل بعد اذنك اكتب لي تحت في الكومنت وارد عليكم على طول كده زي ما احنا متعودين. حط لي لايك لو ما كنتش حطيته في اول الفيديو، واتمنى ان يكون عجبك الفيديو. اشترك معانا لاول مره تتفرج علينا، ما تنسوش تتابعونا بقى على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.